دايما بنقول لا بيتزا المحلات احلى. دايما نقول لا البيتزا لازم نشتريها من بره عشان بتاعة البيت مختلفة ومش حلوة زي بتاعة بره. طب ايه رأيك لو انا هقولك النهاردة على طريقة تخليها تطلع معاكي احلى من بتاعة بره، وطعمها انضف وجميلة جدا وفيها حشوة كتير جدا غير اللي بنشتريها من بره خالص. من الاخر ممتازة في كل حاجة، من حيث العجينة والتسوية والحشوة وكل حاجة فيها ممتازة جدا جدا. خليني اقولك ازاي عملناها بطريقة جميلة جدا. بس الأول خليني أوريها لك وهي مستوية والجبن اللي فيها سايحة وازاي تمط معاكي بالشكل ده، وكمان تاخد اللون الأحمر ده من تحت. حلوة جدا، هقولك على كل تفاصيلها اللي تخليكي تبقي أستاذة فيها بعد كده. يلا بينا ندخل على المقادير وندخل على المكونات. أول حاجة معايا هنا كوباية، حطيت نصها حليب والنص التاني مية. خلاص كده يبقى ده مش حليب كامل، ده نص كوباية حليب ونص كوباية مية. ده كده مبدئيا. تاني حاجة حطيت عليها بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، حطيت عليها معلقة من السكر وكمان معلقة من الخميرة. ده كده أول حاجة هنعملها عشان تاخد معانا الخميرة تتفاعل معانا قبل ما نعمل العجينة. والخطوة دي مهمة عشان نتأكد إن العجينة بتاعتنا تطلع معانا ناجحة. فازاي إن احنا نتأكد الأول إن الخميرة بتاعتنا شغالة كويس. اللبن يكون دافي، هو والمية يكونوا بحرارة الغرفة، يكونوا فاترين يعني ما يبقوش باردين عشان ما تغيبش معانا في الاختمار. حطيت هنا معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشة من الملح، واستنيت أول ما المية اللي معايا الحليب اللي معايا اختمر بالشكل ده. نزلت على العجينة بتاعتي، نزلت على الدقيق اللي معايا بكل المكونات دي. هبدأ ان انا اقلبهم مع بعض، وبعد كده هبدأ اعجن بمية عادية جدا، مية فترة بالتدريج. يعني هاخده شوية بشوية على ما حسب الدقيق اللي معاكي يحتاج. كل دقيق بياخد سوائل مختلفة عن الدقيق اللي قبله. خلاص هبدأ ان انا احط الدقيق بالتدريج كده، وابدأ ان انا اعجن فيها لحد ما نوصل لعجينة تكون ملساء. بتاخد تقريبا حوالي 10 دقايق عجن ولا حاجة. المهم ان احنا نعجنها كويس جدا، سواء على سطح زي كده او في البول عادي. خلاص هبدأ بقى ان انا اعجن فيها بالشكل ده كده، مع تزويد المية باستمرار لحد ما نوصل لعجينة كويسة. مش هنزود المية كتير مرة واحدة عشان العجينة ما تحتاجش معانا ان احنا نحط الدقيق وتبقى العجينة سايحة معانا. خلاص شايفين انا بحط قد ايه؟ شوية صغيرين بشوية صغيرين، واعجن لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هفضل بقى الم في العجينة بالشكل ده كده، واول ما تتلم معايا وتتكون عجينة ناعمة كده هنقلها في بولة، وبعد كده هحط لها شوية شوية من الزيت والمها، وخلاص تبقى كده جاهزة معايا. هنا بعد ما لميتها اخر حاجة بحطها معايا هي الزيت. لو موجود زيت زيتون هتحطي زيت زيتون، مش موجود هتحطي زيت نباتي زي ما انا عملت كده. هبدأ بقى ان انا الم العجينة بتاعتي، واول ما الزيت يندمج فيها خلاص هركنها على جنب واغطيها لحد ما تختمر. بتاخد تقريبا حوالي 10 دقايق على ما تختمر معاكي، وهتبقى العجينة جاهزة. اول ما تلاقي حجمها اتضاعف تبقى كده جاهزة معاكي. على ما العجينة بتاعتنا تختمر نحضر الصلصة بتاعت العجينة. انا هنا عندي الطماطم دي، ممكن اي طماطم عندك هتضربيها وتحطي عليها فص من الثوم، وكمان شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود وشوية من البصل بودر. ممكن كمان تحطي عليها زعتر. الزعتر من الحاجات اللي بتفرق جدا في طعمها، بس للأسف أنا في الوقت ده كنت نسيت أنا حاطة الزعتر فين، فعشان كده أنا ما حطيتش فيها زعتر. فهحط بقى كل المكونات دي على بعض، وبعدين هضربهم بالهاند بلندر أو بالخلاط، وارفعهم على النار، احط عليهم شوية زيت وارفعهم على النار. حاجة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، مش هتاخد منك أي وقت، بس هتفرق معاكي في طعم البيتزا. وزي ما قلتلك انت تقدري عادي تستخدمي الطماطم العادية، بس انا بستخدم اكتر الطماطم المعلبة دي، فعشان كده انا حطيت عليها طماطم من دي. طبعا الكمية دي كتير كمية الصلصة دي كتير على البيتزا بتاعتنا، بس احنا يعني بناخد على قد احتياجنا، والباقي بحطه في كيس في الفريزر او في التلاجة لوقت تاني اكون هستخدمه فيه. قطعت بقى معايا طماطم وفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وزيتون. كان عندي زيتون مخلي قطعته لشرايح بالشكل ده. دول كده عشان الحشوة بتاعتنا. تقدري انت تحشيها بأي حشوة انت عايزاها، لو عندك لحمة مفرومة هتنفع، لو عندك سجق، سوسيس، فراخ، اي حاجة كله تمام.
شايفين ما شاء الله العجينة اختمرت معايا وناعمة وبتمط ازاي؟ ما شاء الله عجينة ممتازة جدا جدا. هجيب بقى صاج كبير كده، عندي صاج 30 في 40. خلاص هحط فيه النص كيلو دقيق كله اللي انا عجنته واحطه فيه. هبدأ ان انا ادهنها بالزيت كده، وهنزل على طول بالعجينة. مش بدهنها على مش بفردها على رخامة ولا حاجة. بنزل على طول كده بالعجينة جوه الصاج، وبفضل ان انا افردها بالشكل ده كده لحد ما تملى معايا الصاج كله. المهم ان احنا عايزين العجينة بتاعتنا ما تبقاش سميكة قوي، يعني ما تبقاش سميكة زي الكيكة كده، وما تبقاش معايا كمان رفيعة فتبقى مجلدة وتبقى ناشفة. هبدأ ان انا افردها كده وانغزها بصوابعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هجيب شوكة وافضي كل الفراغات اللي فيها عشان ما تنفش معايا قوي. عشان انا مش عايزاها تكون لما تدخل الفرن تنفش قوي، اللي هي تختمر بزيادة وبعدين تقلب معايا على كيكة. تقدروا بقى العجينة تقسموها على حسب ما انتوا عايزين، يعني العجينة دي المقدار ده يعملك بيتزتين كبار اللي احنا بنجيبها من بره، اللي هي المقاس اللارج الكبير. يعني كمية كبيرة جدا ما شاء الله. من مفيش من نص كيلو دقيق. هبدأ بقى أوزع الصلصة بتاعتي بعد ما رفعتها من على النار. هبدأ إن أنا سبتها اتسبكت شوية، وبعد كده رفعتها كده، وهبدأ إن أنا أوزعها على العجينة بتاعتي. الحشو زي ما قلت لكم بقى دي حاجة ترجع لكم. أول حاجة بحطها هي طبقة كده من الجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا. وبعدين كان عندي كام شريحة كده من الجبنة الرومي قطعتهم كمان فوقها، بتدي طعم حلو جدا. يعني انا بحب بصراحه الحشوه دي اكتر حشوه بحبها في البيتزا هي حشوه الجبن. فبحط بقى كل الجبن اللي عندي، يعني شيدر على موتزاريلا على جبنه رومي على جبنه مثلثات، برضو الجبنه المثلثات بتبقى فيها حلوه قوي. بجيب كام مثلث كده وبعدين بفتحهم بالشكل ده، وابدا ان انا اقطعهم لقطع وافردهم على العجينه بالشكل ده كله لحد ما بملى العجينه كلها. هابدأ بقى كمان ان انا ارص الخضار بتاعي. تقدروا زي ما قلت لكم تقدروا تكتفوا بالخضار بس وطبقة من الجبنة. تقدروا تحطوا جبنة بس وما تحطوش خضار. الحشو ده أذواق، وكله يرجع يعني على حسب مزاجكم ايه. هنا كنت خلصت الجبنة اللي كانت معايا وحسيت ان هي قليلة شوية، فبشرت كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا وحطيتها بالشكل ده. دخلتها الفرن، نزلت الصاج، نزلت الرف بتاع الفرن نزلته عند الرف اللي قبل الأخير تحت، مش على الصاجة مباشر ولا فوق، يعني خليت الرف على أول صاجة من تحت. ولعت الفرن على درجة حرارة 200، شغلت من تحت بس ما شغلتش من فوق لحد ما استوت واخدت اللون الجميل ده. فتحت الشواية ثواني بس وانا واقفة قدامها، لان انا مش عايزاها تاخد لون قوي، فالجبنة معايا ما تبقاش بتمط. اللي بيخلي الجبنة ما تمطش ان الجبنة تتحرق وتنشف منك من فوق. فما تفتحيش الشواية غير لما ال ال العجينة بتاعتك تستوي وتاخد التسوية المظبوطة. بعد كده بتفتحي الشواية لحد ما تاخد لون ذهبي بسيط كده من فوق وتفصليه. لو انت خايفة ان هي تاخد لون معاكي وتنشف من البداية، غطيها بورق ألمونيوم فويل لحد ما العجينة بتاعتك تستوي، وبعد كده هتكشفيه لحد ما تاخد لون. أتمنى أكون أفدتكم في الفيديو، يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك وشير. باي باي.